السلام عليكم. جورج دانزيغ هو عالم رياضيات أمريكي تزاد في عام 1914 وتوفى مؤخرا في 2005. كيتعتبر الأب الروحي للبرمجة الخطية ومؤسس الخوارزمية البسيطة. بلا ما تسولني شنو كتعني البرمجة الخطية ولا الخوارزمية البسيطة، لأنه ماشي هذا موضوع حلقة اليوم. المهم عندنا في هذه الحلقة هي القصة الطريفة اللي وقعت لهذا العالم باللي كان طالب للرياضيات في جامعة كاليفورنيا، حيث في واحد النهار من عام 1939 جورج دانزيغ غادي يدخل معطل الكلاس ديالو، وداك النهار كانت عنده حصه ديال ستاتيستيك، وملي دخل لقى الاستاذ كاتب جوج ديال المعادلات في السبوره. المهم جورج قيدهم على اساس انه تمارين مطلوب من التلاميذ انه يخرجوا من هنا الحصه الجايه. من بعد جورج مشى خدم على هذه المعادلات، الا انه شيئا ما لقاهم اصعب من داكشي اللي موالف كيعطيه الاستاذ، الشيء اللي اضطروا انه يدير فيهم سيمانه باش يلاه يخرج هاد جوج معادلات. من بعد جورج داد تخرج الاستاذ ديالو، وفي نفس الوقت اعتذر ليه على التاخير اللي وقع عليه بحكم انه المعادلات جاو صعاب، الا انه الاستاذ في ذاك النهار ما كانش مركز معاه، حيت قال لي غير حط هذوك الوراق في البيرو فونسالي غادي نطلع عليهم. المهم دازت الوقت، ومن بعد تقريبا واحد 6 ديال الاسابيع عاد الاستاذ ديال الستاتيستيك غادي يطلع على التخراج ديال جورج، واول ما غادي يشوف الحلول اللي عطات جورج لهاد المعادلات بجوج، الاستاذ غادي يتصدم، لانه هاد الجوج معادلات اللي كتب الاستاذ النهار الاول ما كانوش تمارين معطيين التلاميذ باش يخرجوهم، ولكن جوج معادلات اللي في ذاك الوقت علماء الرياضيات مازال ما لقاوش ليهم حل، وجورج في ظرف اسبوع قدر يخرجهم. المهم الخلاصه ديال هاد القصه ولا النهايه ديال هاد القصه هو انه الاستاذ ديال الستاتيستيك غادي يعرض على جورج انه يكتب ليه مقدمه لهاد المعادلات باش يتنشروا كبحث للدكتوراه ديالو. اكيد انه اي واحد سمع ليستوار ديال جورج دانزيغ غادي يقول باللي كون دخل من الاول الحصه ما كانش غادي يصدع راسو بهاد المعادلات، ولا كان غادي يفكر انه يمشي يحاول يخرجهم. الا انه كاين معنى اخر اعمق في هاد القصه، وهو انه القناعات والافكار ديال الانسان كتاثر بشكل كبير على داك الشيء اللي ممكن يدير او ما يديرش، وبالتالي كتاثر بشكل كبير على النتائج ديالو في الحياه. اذا السؤال اللي ممكن نطرحوه على ريوسنا من هاد القصه هو شنو هما القناعات والافكار اللي عند كل واحد فينا وما كتخليش يدير داك الشيء اللي باغي يدير ويوصل داك الشيء اللي باغي يوصل، او لا يكون الشخص اللي باغي يكون. هاد السؤال هو اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه من خلال القراءه المختصره لكتاب مايندسيت للبروفيسوره كارول دويك. البروفيسوره كارول دويك في البدايات ديال المسار التعليمي ديالها لاحظت باللي كاين اختلاف ما بين التلاميذ من ناحيه الرغبه ديال كل واحد فيهم في التعليم، حيت كاين بعض التلاميذ كتلقى عندهم رغبه كبيره في التعليم من خلال انه كيسول وكيشارك، في حين انه التلاميذ اخرين كانوا شيئا ما منغالقين على ريوسهم وقليل فين كيسولوا وما عندهمش رغبه كبيره في التعليم. باش تيستي هذه الفرضيه جابت لهم واحد النهار واحد المجموعه ديال اللعب ديال البازل كتختلف في المستويات ديالها، بحيث في الاول عطات التلاميذ كاملين يعني مستوى سهل اللي يقدر اي واحد يخرجه، ومن بعد كل مره كانت كتزيد مستوى اخر اصعب من الاولاني. اللي لاحظت البروفيسوره انه كل مره تزاد فيها الصعوبه ديال اللعبه كل مره بدا واحد من التلاميذ كيتخلى على اللعبه وما كيبقاش مهتم بها وما كيكملش فيها، في حين انه كانت واحد المجموعه ديال التلاميذ انه بالعكس يعني قد ما تزاد الصعوبه ديال اللعبه قد ما كتلقاه متحمس ليها اكثر وباغي يتحدى راسو ويحاول يخرج ديك البازل اللي صعيبه. هنا فين غادي تخرج البروفيسوره بواحد الخلاصه انه ممكن تقسم الناس لجوج ديال الانواع من ناحيه العقليات ديالهم، growth mindset و fixed mindset. fixed mindset او العقليه الثابته هي عقليه اللي كتعتبر راسها باللي القدرات ديالها والمهارات ديالها والشخصيه ديالها شي حاجه اللي ثابته وشي حاجه اللي ما كتبدلش، يعني انا تزدت هكا وتخلقت هكا وغادي نبقى بحال ما هكا، وبالنسبه لي يعني صعيب انه يتبدل وصعيب انه يخدم على راسو وصعيب انه يديفلوبي راسو. في حين بالمقابل كاينه عقليه اخرى اللي هي growth mindset او عقليه متطوره او اللي كتبغي التطور. هذه العقليه هذه كتعتبر باللي القدرات ديالها والمهارات ديالها والشخصيه ديالها شي حاجه اللي كديفلوبا وكتكبر مع الوقت، يعني من خلال التعلم ومن خلال التجارب اللي كدوز منه ومن خلال الممارسه ممكن الانسان يخدم على المهارات ديالو والقدرات ديالو والشخصيه ديالو. وهذا الاختلاف يعني في العقليات بجوج كيأثر بشكل كبير على يعني داكشي اللي ممكن يديرو الانسان وعلى النتائج ديالو. من بعد واحد المجموعه ديال الدراسات والابحاث اللي قادتها البروفيسوره كارول دويك لاحظت باللي كاين واحد المجموعه ديال الصفات كيختلفوا في هذه العقليات بجوج. فمثلا الا جينا نشوفوا الجانب ديال التحديات والعراقيل اللي كيطيح فيهم الانسان، فبالنسبه للجروث مايندسيت كيعتبر اي تحدي كيطيح فيه او اي تشالنج كيدخل فيه يعني واحد الحاجه اللي غادي يتعلم منها شي حاجه وواحد الحاجه اللي غادي يديفلوبي فيها يعني المهارات ديالو والقدرات ديالو في واحد الدومين معين. اما بالنسبه للفيكس مايندسيت اللي كيعتبر انه القدرات ديالو يعني شي حاجه اللي هي ثابته وما كديفلوباش، غالبا ما غاديش يبغي يدخل فيهم. بالنسبه لي ما كاينلاش انا نمشي ندير هذيك الحاجه حيت عارف المستوى ديالي. هاد التحديات هادو غير كيزيدوا تيستيو داك القدرات ديالو ولا داك الموهبه
او داك النيفو اللي واصل ليه، دونك ما غاديش يمشي يدخل فيهم. داكشي علاش كان فرق ما بين التلامذ اللي كانوا لاعبين البازل، انه كان واحد النوع ديال التلامذ كيفضلوا انه يلعبوا مستويات اكبر، ويفضلوا انهم يجربوا مستويات اصعب، حيث غادي يتعلموا منها شي حاجه ولا غادي يكتشفوا فيها شي حاجه اخرى. اما بالنسبه للتلامذ اللي هما عقليتهم كانت فيكس ومحدوده، فكانوا كيتهربوا من هاد التحديات، وينفو بدات كتصعب عليهم المساله ما بقاوش مهتمين بها، لانه ينفو غادي يدخل في شي حاجه اللي هي صعب منه غادي تبين على انه راه فاشل، حيت غادا تيستي يعني النيفو اللي هو واصل فيه. كاين اختلاف حتى في النظر ديال كل واحد فيهم الانتقادات وكيفاش كيشوفها. فبالنسبه للجروث مايند سيت، اي انتقاد كيجي او اي نصيحه كتجي كيحاول يشوفها من باب انه شي حاجه اللي غادي يستافد منها، وشي حاجه اللي كتقول لي ما كامل الخلل عندك وفين عندك الديفو، دونك خاصك تمشي تحسن هاد لي بوين هادو، وتما غادي تحسن في ديك الحاجه اللي بغيتي تخدم عليها ولا اللي بغيتي توصل ليها. اما في الجانب الاخر بالنسبه للفيكس مايند سيت، فغالبا ما غاديش يتقبل يعني الانتقادات او اي ملاحظه عطيتيه، لان بحال الا كتقيس ديك ليماج ديالو ولا ديك ليدونتيتي ديالو وكياخذها دائما بشكل شخصي. داكشي علاش ما غادي تلقاه ما غاديش يتقبل هاد الانتقادات. كاين اختلاف عاوتاني من ناحيه النظره ديال كل واحد فيهم المجهود اللي خاصو يبذلو باش يوصل لواحد الحاجه. فمثلا بالنسبه للجروث مايند سيت كيعتبر انه باش يوصل لواحد النيفو معين ولا باش يميتريزي واحد المهاره معينه خاص ضروري يعطيها من الوقت والجهد الكافي باش يلاه يوصل لها. اما بالنسبه للفيكس مايند سيت، وبحكم انه كيشوف الناس يعني سواء عنده ولا ما عندوش، سواء كيعرف الحاجه ولا ما كيعرفش لها، بالنسبه لي اي واحد حاول مثلا يدير مجهود في واحد الحاجه اللي ما كيعرفش لها راه اوتوماتيكمون راه ما كيعرفش ليها، راه شي واحد ناقص فيها. وبالنسبه ليه شي واحد مثلا فيتو في واحد النيفو معين او لا واصل لواحد النيفو اعلى منه، فغالبا ما غاديش يحاول يبذل مجهود. علاش؟ لانه بالنسبه ليه داك الشخص ما حد وصل تما الا راه هو تزاد هكاك اولا الظروف ديالو خلاتو يكون هكاك، دونك ما كاينلاش غادي نبذل انا مجهود ونضيع وقتي في هذا الشيء. كاين اختلاف عاوتاني في كل واحد فيهم وكيفاش كيشوف التجارب الفاشله والاخطاء اللي كيطيح فيها. فبالنسبه للجروث مايند سيت كيعتبر انه اي تجربه فاشله او اي خطا طاح فيه الا واحد التجربه اللي كيتعلم منها واحد الحاجه، يعني واحد التجربه اللي كتقول ليه المره الجايه ما خصكش دير هذا الشيء ولا المره الجايه شنو خصك دير. في حين انه الناس اللي في الفيكس مايند سيت فغالبا بالنسبه ليه التجارب الفاشله كتقول باللي راه هو فاشل اولا ما كيعرفش هذيك الحاجه، دونك راه اوتوماتيكمون المره الجايه راه ما غاديش يحاول يديرها. علاش؟ لانه بينات راه هذا هو النيفو ديالو وهذا هو المستوى ديالو. بالمقابل في الجروث مايند سيت فالمره الجايه غادي يحاول واخا فشل واخا طاح. علاش؟ لانه التجربه الاولى غير علماتو شنو ما خصوش يدير ولا غير علماتو شي حاجه اللي خصو المره الجايه يتفاداها. كاين اختلاف عاوتاني في كل واحد فيهم وكيفاش كيشوف نجاحات الاخرين. فبالنسبه للجروث مايند سيت اي واحد ناجح واصل لواحد المستوى معين كيعطيه واحد الالهام او واحد الانسبيراسيون باش يمشي يدير هذيك الحاجه وباش هو يوصل لهذاك النيفو، وكيشوفوا يعني من باب انه كيفاش انه يتعلم من هذاك الشخص باش يوصل لهذيك الحاجه. فمثلا الا كنتي كتعرف دير واحد الحاجه او نجحتي في واحد المشروع معين فكتلقى هذا النوع ديال هاد الناس كتلقاه كيجي كيسولك كيفاش درتي لا اخويا وكيفاش وصلتي لهذا النيفو ووريني كيفاش انا باش نوصل بحالك، يعني كيبقى يسول باش يتعلم من التجربه ديالك. بالمقابل بالنسبه للفيكس مايند سيت فغالبا اي واحد بالنسبه ليه وصل لذاك شي نيفو مزيان فبينه وبين راسو ما كيكونش مرتاح، غالبا سواء كيحس بالغيره اولا كيحس بالحسد، يعني كيتمنى انه يكون هو في بلاصه هذاك الشخص. داكشي علاش راه ما غاديش تلقاه غادي يسولك كيفاش وصلتي لها، ولكن تقدر انه تلقاه غادي يبدا ينتقد داكشي اللي درتي اولا كان خصك دير لها هكا ولا دير لها هكا. المهم بالنسبه لي يعني نجاحات الاخرين شي حاجه اللي كتاديه هو وشي حاجه اللي ما غاداش تعجبهم. عادي لازمنا نشوفوا يعني المعنى ديال النجاح عند كل واحد فيهم. فبالنسبه للجروث مايند سيت المعنى ديال النجاح عنده هو انه يمشي يدير واحد الحاجه اللي ما كيعرفش يديرها ويتعلم منها شي حاجه ويوصل فيها لنيفو افضل من داكشي اللي موالف فيه، يعني يخرج من ديك منطقه الامان ديالو ويتيستي شي حاجه كبر من داكشي اللي موالف هو كيديرو. اما بالنسبه للفيكس مايند سيت فمعنى النجاح بالنسبه ليه هو انه يدير واحد الحاجه اللي كتفاليدي النيفو اللي هو واصل ليه، يعني شي حاجه اللي كتبين للناس باللي راه فوالا انا كنعرف ندير هادشي وهذا هو المستوى ديالي. دونك اي حاجه اللي ما غاداش تفاليدي هاد الصوره اللي واخد على راسو راه اوتوماتيكمون ما غاديش يديرو. المهم هذا هو الاختلاف اللي كاين ما بين هاد العقليات بجوج، واكيد انه هاد النوع ديال الافكار كتاثر بزاف في النتائج اللي ممكن يوصل لها، حيت كاين فرق ما بين واحد اللي كيبغي يتعلم وواحد اللي كيخدم كيديفلوبي على راسو، وواحد اللي بالنسبه ليه كيعتبر يعني التحديات شي حاجه اللي غادي يتعلم منها وما كيخافش من الفشل، وما بين واحد اللي كيتفادى انه تيستي راسو، كيتفادى انه يعني يخرج من ديك منطقه الامان اللي كريا على راسو وخلق راسو واحد ليدونتيتي معينه وبقى فيها. يعني بالنسبه ليه هذا هو النيفو اللي وصل ليه وهذا الشيء اللي غادي يقدر يدير وما يقدرش يعني يدير اكثر من هذا الشيء. اكيد النتائج اللي غادي يوصلوا لها هاد الجوج يعني مختلفه
واختلاف كبير، وداك الشيء كامل كيرجع ديما للعقليه اللي اكتسبوها. حتى لهنا يمكن غادي تسالي حلقات اليوم. هذه غير الحلقه الاولى من تلخيص الكتاب، مازال الحلقات الثانيه غادي نحاولوا نشوفوا هاد العقليات بجوج من خلال التربيه ديال الابناء، اولا من خلال العلاقات ديال الناس، اولا من خلال البيزنس والاعمال. الا عندك شي سؤال ولا عندك اي استفسار حاول انك يعني تخليه في كومونتير، وإلا عجبتك حلقه اليوم واستفدتي منها حاول انك تبارطاجيها مع الناس اللي كتعرف. حتى لهنا بقى لي غير نقول لك السلام عليكم، وميعادنا الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.